السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا رجالة ويا ستات في حلقة جديدة مليانة معلومات وقصص مثيرة. معاكم أخوكم رجب الأسمراني، والنهاردة موضوعنا مختلف شوية ومليان تشويق. هنتكلم عن مخلوقات كانت عايشة معانا على كوكب الأرض، لكن للأسف انقرضت ومبقاش ليها وجود غير في الصور والحكايات. كل حيوان من دول وراه قصة غريبة ومؤثرة، وصدقوني هتتفاجئوا قد إيه البشر كان ليهم دور كبير في اختفاء معظمهم. يعني إحنا مش بنتكلم عن مجرد حيوانات، إحنا بنتكلم عن تاريخ كامل اتقطع، وعن أسرار لسه بنكتشفها لحد النهاردة. وقبل ما نبدأ يا أبطال، دوسوا لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وخلينا نبدأ الرحلة سوا ونشوف أول حكاية. زمان من آلاف السنين عاش على كوكبنا كائن ضخم بيشبه الفيل، لكنه كان مختلف تماما في شكله وحياته. اسمه الماموس الصوفي. الكائن ده كان بيتغطى بشعر كثيف وطويل علشان يقدر يعيش ويتحمل البرودة القاسية في العصور الجليدية. تخيل إن وزنه كان بيوصل لستة أطنان وطوله يقارب 4 أمتار، يعني كأنه عملاق بيتجول وسط الثلوج المتجمدة. الماموس ما كانش مجرد حيوان ضخم وخلاص، لكنه كان جزء مهم من البيئة اللي عاش فيها. كان بيساعد في توازن النظام البيئي، لأنه بيتغذى على الأعشاب والنباتات، وده بيخلي الأرض تفضل متجددة. النباتات تنمو والحيوانات التانية تلاقي غذاء مناسب. لكن رغم القوة والعظمة دي، الماموس انتهى مصيره بالانقراض. العلماء لحد النهاردة بيختلفوا في تحديد السبب الحقيقي لانقراضه. بعضهم بيقول إن التغيرات المناخية مع نهاية العصر الجليدي لعبت دور أساسي، لأن الحرارة ارتفعت والجليد بدأ يذوب، وده خلى بيئته الطبيعية تختفي وما كانش يقدر يتأقلم مع الظروف الجديدة. وفي رأي تاني بيأكد إن الإنسان كان ليه دور كبير، لأنه كان بيصطاده بكثرة علشان ياخد لحمه، غذاء وجلد وعظام وأنياب يستخدمها في أدواته وحياته اليومية. ومع استمرار الصيد المفرط، أعداد الماموس بدأت تقل لحد ما اختفى تماما. والغريب إن في سيبيريا وفي ألاسكا لحد النهاردة بيلاقوا جثث ماموث محفوظة في الجليد بحالة شبه كاملة، لدرجة إن العلماء بيلاقوا الشعر لسه موجود والأنياب طويلة، كأن الحيوان لسه عايش من وقت قريب. وده خلى العلماء يحلموا بفكرة إنهم يعيدوا إحياء الماموس عن طريق الاستنساخ باستخدام الحمض النووي اللي موجود في الجثث دي. وفعلا في مشاريع بدأت تحاول تعمل ده، لكن لسه كلها تجارب علمية في بدايتها. تخيل معايا لو الماموس رجع يعيش تاني على الأرض، هيكون عامل إزاي وسط عالمنا الحديث؟ هل هيقدر يعيش وسط التكنولوجيا والمدن، ولا لازم يعيش في محميات خاصة تشبه بيئته القديمة؟ الفكرة نفسها مثيرة ومليانة أسئلة عن حدود العلم وعن علاقتنا بالكائنات اللي انقرضت. الماموس الصوفي بيفكرنا إن الكائنات مهما كانت ضخمة وقوية ممكن تختفي من الوجود بسبب تغيرات الطبيعة أو بسبب الإنسان. وده بيدينا درس مهم، إن لازم نحافظ على الحيوانات الموجودة حالياً، لأن لو فقدناها مش هيبقى سهل نرجعها تاني زي ما حصل مع الماموث وغيره. كان في جزيرة صغيرة في المحيط الهندي اسمها موريشيوس. عاش طائر غريب جدا اسمه طائر الدودو. الطائر ده كان مختلف عن أي طائر تاني، لأنه ما كانش بيقدر يطير نهائيا. كان حجمه تقيل وريشه كتيف ومنقاره كبير منحني، وده خلاه يعيش حياته كلها على الأرض، يأكل الثمار والبذور ويعيش في أمان، لأن الجزيرة ما كانش فيها حيوانات مفترسة. لكن لما بدأ البحارة الأوروبيين يوصلوا للجزيرة في القرن ال16، اتغيرت حياة الدودو تماماً. البحارة جابوا معاهم كلاب وخنازير وقطط، وكل الحيوانات دي بدأت تهاجم بيض الدودو وتأكل صغاره، والإنسان نفسه كان بيصطاده للأكل. رغم إن لحمه ما كانش لذيذ جداً، لكن كان سهل صيده لأنه ما بيطيرش وما بيعرفش يدافع عن نفسه بشكل قوي. مع مرور السنين أعداد الدودو بدأت تقل بسرعة رهيبة، وفي أقل من 100 سنة من وصول الإنسان للجزيرة اختفى الطائر تماماً من الوجود، وبقى رمز عالمي للانقراض السريع اللي سببه الإنسان. والتاريخ بيقول إن آخر مرة شافوا فيها دودو كانت في نهاية القرن ال17. النهاردة لما نشوف صور ورسومات الدودو بنشعر بالدهشة. إزاي طائر كان عايش بأمان في جزيرته ممكن يختفي في وقت قصير بسبب تدخل الإنسان؟ الطائر ده بقى مثال بيتدرس في الجامعات عن خطورة فقدان التوازن البيئي، وإن أي تغيير مفاجئ ممكن يمحي نوع كامل من الكائنات في فترة قصيرة جدا.
الدودو لحد دلوقتي بيفكرنا قد إيه الطبيعة حساسة، وإن الكائنات اللي حوالينا مش مضمونة تعيش للأبد، ومجرد إننا نغير بيئتها أو ندخل حيوانات جديدة ممكن يدمرها تماماً. في أستراليا وتحديداً في جزيرة تسمانيا عاش حيوان غريب جداً اسمه النمر التسماني أو الثايلسين. كان شكله عامل زي مزيج بين الكلب والنمر، لكن عنده كيس بطني زي الكنجر، عشان كده بيعتبر من الجرابيات الكبيرة. النمر التسماني كان عنده خطوط سوداء على ظهره، وده اللي خلى الناس يطلقوا عليه لقب النمر التسماني. كان كائن مفترس بيصطاد الكانجرو والطيور والحيوانات الصغيرة، وكان ليه دور مهم جدا في التوازن البيئي في الجزيرة. لكن لما الأوروبيين وصلوا لتسمانيا في القرن التاسع عشر حصلت كارثة كبيرة، لأن المستوطنين كانوا بيشوفوا النمر التسماني تهديد للمشية والأغنام، فبدأوا يصطادوه بشكل مبالغ فيه. بل إن الحكومة وقتها كانت بتدي مكافآت لأي شخص يقتل نمر تسماني علشان يحموا الثروة الحيوانية، وده خلى أعداده تنهار بسرعة. بالإضافة لكده دخول الكلاب والذئاب زود المنافسة على الغذاء، وده زود معاناة النمر التسماني. آخر واحد معروف مات في حديقة حيوان في الثلاثينيات، ومن بعدها أعلنوا رسمياً انقراضه. لكن الغريب إن لحد النهاردة في ناس بتقول إنها شافت نمور تسمانية في الغابات النائية في تسمانيا، وفي تسجيلات غامضة لكن مفيش دليل قاطع. النمر التسماني بقى أسطورة حديثة، رمز للحيوانات اللي راحت ضحية تدخل الإنسان، وجشع، وهو مثال حي على إننا ممكن نندم بعد فوات الأوان لما نخسر كائن كان بيشاركنا الكوكب. في القرن الثامن عشر كان في المحيط الهادئ الشمالي بالقرب من بحر بيرنج كائن ضخم جدا اسمه بقر. البحر ستيلر كان قريب من خروف البحر والدوغونج، لكنه أكبر بكتير، ممكن يوصل طوله ل9 أمتار ووزنه لعدة أطنان، وكان بيعيش في مجموعات صغيرة قريبة من السواحل، يتغذى على الطحالب البحرية، وما كانش عنده أي خوف من البشر لأنه ما تعودش يشوفهم. لكن لما المستكشفين الروس اكتشفوه سنة 1741 اتعاملوا معاه على إنه مصدر سهل للحوم، والدهن كانوا بيستخدموا شحمه كوقود وأكله كلحوم بحرية، وبسبب ضخامته وبطء حركته كان صيده سهل جدا. المأساة إن في أقل من 30 سنة فقط من اكتشافه اختفى تماما من الوجود، وده أسرع انقراض لحيوان ضخم في التاريخ المسجل. بقر البحر ستيلر اختفى قبل حتى ما العلماء يدرسوه بشكل كافي، ومعرفته محدودة جدا من أوصاف الصيادين والرحالة. القصة دي بتورينا قد إيه الطمع البشري ممكن يدمر كائن كامل في وقت قصير جدا بدون ما ندي فرصة للطبيعة تحافظ على توازنها. الأرخص هو السلف القديم للأبقار الحالية. كان حيوان ضخم جدا بقرون طويلة ومقوسة، بيعيش في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا. كان بيوصل ارتفاعه ل2 عند الكتف، ووزنه ممكن يعدي 1000 كيلو الإنسان من آلاف السنين. كان بيصطاد الأرخص ويستفيد من لحمه وجلده وقرونه، ومع مرور الوقت بدأ يربي سلالات أصغر وأكثر طاعة من الأرخص، وده اللي أدى لظهور الأبقار المستأنسة اللي نعرفها النهاردة. لكن الأرخص نفسه واجه ضغوط كبيرة من الصيد المستمر وفقدان موطنه الطبيعي مع توسع الزراعة والغابات اللي تحولت لأراضي زراعية. آخر أنثى معروفة من الأرخص ماتت في بولندا سنة 1627، وبكده انتهى وجود الحيوان اللي كان بيجوب القارات لآلاف السنين. القصة دي بتورينا إزاي الإنسان مش بس بيأثر على الحيوانات، لكن كمان بيغير مسار تطورها. تماماً الأرخص انقرض، لكن أحفاده ما زالوا حوالينا في شكل الأبقار الحديثة. في نيوزيلندا كان في طائر عملاق اسمه المواري، ما كانش بيطير، وكان طوله يوصل ل3 أمتار، ووزنه يتعدى 100 كيلو. كان بيتغذى على النباتات والأوراق وعايش في الغابات الكثيفة. المواري عاش في سلام لآلاف السنين، لكن لما وصل البشر الأوائل من شعب الماوري لنيوزيلندا بدأوا يصطادوه بشكل مكثف، لأنه كان مصدر سهل للغذاء، لحمه كتير وجسمه ضخم، وما كانش عنده وسيلة دفاع حقيقية. في أقل من مئات قليلة من السنين اختفى المواري تماماً من نيوزيلندا، ومعاه اختفت كائنات تانية كانت بتعتمد عليه في النظام البيئي زي النسر العملاق. هاست اللي كان بيتغذى عليه الانقراض السريع للمواري بيورينا إزاي دخول الإنسان لأي بيئة جديدة ممكن يعمل تغيير كارثي على الكائنات اللي عايشة فيها. في العصور الجليدية عاش نوع غريب من وحيد القرن اسمه وحيد القرن الصوفي. كان ضخم الجسم
ومغطي بشعر كثيف علشان يتحمل البرودة القاسية في أوروبا. وآسيا الوسطى كان عنده قرن ضخم جدا يساعده في إزالة الثلج عشان يوصل للنباتات اللي تحت، وكان بيعتبر من أقوى الحيوانات في عصره. لكن زي الماموث الصوفي بدأت أعداده تنهار مع نهاية العصر الجليدي بسبب ذوبان الجليد وتغير المناخ، بالإضافة إلى صيد الإنسان. له العلماء لسه بيلاقوا جثث محفوظة من وحيد القرن الصوفي في التربة المتجمدة، وده بيساعدهم يفهموا أكتر عن حياته وشكله. وحتى أحياناً يلاقوا حمض نووي ممكن يستخدموه في محاولات لإعادته للحياة. القصة دي بتأكد إن حتى أقوى الكائنات مش في أمان من التغيرات البيئية وصيد البشر. من أشهر الحيوانات المنقرضة القطط المسمان سابرتوث أو ذات الناب الطويل. كانت قطط ضخمة جدا لها أنياب علوية طويلة بشكل مرعب، ممكن توصل ل20 سنتيمتر. كانت بتعيش في الأمريكتين، وكانت من أخطر المفترسات على الإطلاق، بتصطاد الماموث والخيول البرية وحيوانات تانية ضخمة. لكن مع انقراض الكثير من فرائسها بسبب التغيرات المناخية وبداية العصر الجديد، ومع دخول الإنسان اللي بدأ ينافسها على الغذاء، بدأت أعدادها تقل لحد ما اختفت تماماً رغم شكلها المخيف. لكنها كانت جزء أساسي من التوازن البيئي، وفقدانها غير شكل الحياة البرية للأبد. في جزر هاواي كان في طائر ضخم من عائلة الغربان اسمه الغراب العملاق. كان مميز جداً بريشه الأسود ولمعانه، وكان بيعتبر رمز مقدس عند السكان الأصليين. لكن مع دخول المستوطنين الأوروبيين بدأوا يقطعوا الغابات ويغيروا البيئة الطبيعية للغراب، وكمان جابوا معاهم حيوانات مفترسة زي القطط والجرذان اللي هجمت على أعشاشه. وبيض الطائر ده اختفى في القرن العشرين، وما بقاش ليه وجود النهاردة غير في الصور والعينات المحفوظة في المتاحف. وده مثال تاني على الكائنات اللي بتختفي بمجرد ما الإنسان يتدخل بشكل عنيف في بيئتها. في أوروبا الشرقية كان في حصان بري اسمه التربان، بيشبه الأحصنة اللي نعرفها، لكن كان أصغر وأقوى وأكثر صلابة. بيعيش في البرية في قطعان كبيرة ويتحرك في السهول المفتوحة. الإنسان بدأ يصطاده بكثرة علشان يستخدمه في العمل أو ياخد لحمه، ومع مرور السنين أعداده قلت جدا لحد ما اختفى آخر تاربان في القرن ال19. لكن العلماء حاولوا يرجعوا نسخ شبهه عن طريق تربية الأحصنة اللي قريبة منه، ورجعوا سلالة جديدة اسمها كونك بتشبه التربان لحد كبير، لكنها مش النسخة الأصلية. وده بيورينا إن حتى لو حاولنا نعيد اللي ضاع مش هنقدر نرجعه بالظبط. زي ما كان، إذا عجبك الفيديو قم بدعمنا بالضغط على اللايك للمشاهدة للمزيد من هذه المواضيع. المتعة قناتنا، وللقاء في فيديو آخر.